بنا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم جديد من فعالية الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020. أزدين أوناحي 18، فيتسيل 20، مارتين 23، زيغانكوف رقم 15 والمهاجم فانا 19. ماذا تغير ذات النزول بالنسبة لنادي جيرونا الذي يتوفر فقط على 7 نقاط؟ نعم، 7 كبيرة جدا من أجل على الأقل الخروج بنقطة المواجهة. انطلاقة إذن والكرة لعناصر نادي جيرونا مع أزدين أوناحي. ميدان الواضح أن جيرونا حاول يبدأ والمضي لتسجيل أهداف أخرى وحسم مسألة الانتصار، ولو أن الانتصار اليوم مهمة ستكون صعبة جدا بالنسبة لنادي جيرونا في ظل نقاط القوة التي يتمتع بها نادي ديبورتيفو. ستنطلق إن شاء الله الشهر القادم يوم 21. نفذ هل يفعل أزدين أوناحي مع بداية المباراة؟ أزدين هل تكون في الشباك؟ هل تكون في الشباك؟ أزدين أوناحي كانت رايحة للشباك، الكرة تلمس المدافع وتخرج تيناليا. نعم، هل تأتي الراسية بالجديد؟ هنا المحاولة لكن مبعدة. طبعا بليند المدافع الهولندي حاضر اليوم بخبرته في دفاعات نادي كثيرا. هذه العرضية الراسية، نعم، من يتابع الكرة ثاني أضعف خط هجوم في الدوري الاستيا اليمنى. هذه ممكن المراوغة يقتربون أكثر. برايان خيل يراوغ برايان والكرة تتحول مباشرة إلى ثاني ركنيات نادي جيرونا. زيغانكوف يلعب المراوغة يعكسها داخل منطقة تيناليا. تذكر ودليقي اللاعب الذي لم يجد نفسه أو بالأحرى الظروف لم تساعده كثيرا على أن يدخل 38 هذه الكرة. يحتفل بالكرة يهيئها لأسحاب قصيرة. تبعد الراية براين يسدد. برايان وحارس المرمى نعم سيفيرا. طلب تهديد بالنسبة لنادي جيرونا. أزدين أوناحي يلعب الكرة فيتسيل، خبرة كبيرة يجي اليوم زيغانكوف. هذه العمليات اللي نسقها نادي جيرونا مع بداية هذه المواجهة. الكرة لبرايان خيل. برايان والكرة أمام باتجاه أزدين أوناحي. كان في خطأ نعم لنادي جيرونا، سجل من خلال 46 هدف في حين 11 انتصار لنادي امام ديبورتيفو الافيس. سجل انتصارين وتعادل في واحده وخسر في واحده كذلك. انطلاقه من الجهه اليمنى، هذه العرضيه والراس مرفوعه في القائمه الثاني. وحارس الريال الذي يبتعد بفارق بينما انطلاقه لوانتو. هذه فرصه جول. غاتزاني اختار كرة في انفراد لنادي ديبورتيفو الافيس. التسديد وغاتزانيغا في الموعد. هي الوصافة كاتالونيا. الفارسكو الرابع بين منطقة جيرونا. أزدين استلم أوناحي. ماذا سيفعل أوناحي؟ البين يرى المرمى ليغطي بشكل أوناحي. لمن يا أوناحي؟